مساء الخير عليكم. نتمنىكم تكونوا كلشي على خير وبخير. ماشي من النوع اللي تنتكلم، انا ماشي من النوع اللي تنرد على، ولكن هاد المره شويه زاد الحد، زاد بزاف. اشنو كيقولوا؟ لطيفه هربات. واش ما عندناش قانون في البلاد واش نهرب؟ حاش غنهرب؟ بغيت هادو اللي تيقولوا لطيفه هربات يخرجوا يقولوا علاش هربات. ما كاينش بوليس في الديوانه، ما كاينش حتى حاجه، يعني تخرجوا كيف ما بغينا وتندخلوا كيف ما بغينا في هذا البلاد. يعني عادي عندكم انني انا هاربه. منين غنهرب؟ بغيت نعرف منين غنهرب وعلاش غنهرب. هادو اللي تتكتبوا واللي كتبوا في التعاليق خلاص وحده هادي غنسالي غنسد عليها. النقطه الثانيه، هاد البلبله اللي نايضه على هاد البارون د المخدرات، ولو انني ماشي من حقي وماشي من حقكم تعرفوا حياتي، وبعض الناس اللي كيحبوني وكيحترموني غيبقى فيهم الحال اليوم يقول لك علاش نزلتي لهذا المستوى، لكن نزلت لهذا المستوى باش هادوك اللي نازل تحت مني يطلعوا شويه مستوى. هنا بزاف هادشي بزاف. انا هاد المالي باش نرد على واحد المقال عاد صيفطوه لي دابا شي وحده، هل لطيف رأفت كتعلم بانه كيدير مخدرات؟ غنجاوبكم وغنجاوب هاد الصحيفه ولا صحيفه ولا موقع ولا ما عرفت شنو. بارون بهذا الشكل اللي نتوما نيت بنفسكم كتقولوا عليه بارون وعنده فعال وترك وطيح اسماء، ما يمكنش يثق في وحده يلاه عرفاتو 4 شهور ويقول لا انا بارون مخدرات، حيت انا محتاجاش لبارون المخدرات. خليوني نبقى باغيه بلادي اللي هزات لي وعطاتني اسم كبير. الوغ هاد السيد جا الباب واسعه، تزوجت بيه وكان وشتو كنتو مع ناس مع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش يطيح لي في بالي ان واحد يجي تيبيع مخدرات او كيف. انا ما نقدرش الان نقول اش كيدير، جو با قانون كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا اش ما. يعني زواج على سنه الله ورسوله. طلقت منه مده 4 شهور و10 ايام بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات. ابدا. واش هادشي صح نيتي؟ اولا اللي خصكم تعرفوه كيعرفوها كاع اللي يتزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى، الزواج المختلط تيكون واحد لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه على السيد؟ ما عنده والو. السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سالت عليه الناس اللي عرفتو معاه قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر. ماذا بيا يستثمر في بلادي، ماذا بيا يخدم الناس، ماذا ماشي باش يعيشني. على فكره انا عايش في داري، عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي. انا داري اللي كسبت، هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحال جميع الناس. بنيتها في 2005 وهذا السيد عرفتو في 2000 في اواخر 2013، ولاك دو مارياج عندي معاه من اخر من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي من حقه. كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي خصك تسكني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي. عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش. كاين هناك غموض خصني نعرف بزاف د الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي جمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق الشقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قالوا عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت من طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصتو. اوكي، لو كنت عرفتو بارون وعنده هادشي وغنقول لك انا كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا. انا ما شفت منه، انا كندوي ما شفت منه غير الخير. ما شفت راجل كاي امراه تزوجات ما صدقش الزواج. ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط. يعني ها الشركات ها كلشي، ملي كل مره كنسالوه على بزاف د الحوايج. انا في غنى عن المشاكل. طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرانك. داري والفيلا اللي كلشي كيهضر عليها وتيقولوا خلى لها قصر وفيلا، الحمد لله القانون والفرقه الوطنيه عرفت شكون اللي عرفتكم شكون اللي ساكن فيها، ماشي انا، ما نخليهاليش انا. ولو كون عرفتو بارون
نكون قلت له كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعلكش مشاكل، ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي كلشي. مي انا عندي الحمد لله رضا الوالدين، محبه الجمهور، ومستوره والحمد لله مستوره، حسبوها كيما بغيتو. انا واحد ما مشيت مع واحد الناس، واحد الفيرما في الغرب ماشي ديالي راه فيها 2 هكتار ونص هكذا، تسماو البنان كله اللي في الغرب ديالي. مشيت مع واحد الناس وما عرفوش اشنو عندي، واش هذيك الفيرما، قال لي وي كنعرفها، واش ديك اللي عندك فيها 30 هكتار د لافوكا. علاش هادشي كله؟ علاش؟ حاجه وحده، كتستهونوا بزاف بالامن الوطني ديالنا، كتستهونوا بزاف بالفرقه الوطنيه. هل يعقل هاد الاسماء كلها اللي تجبدات في هذا الموضوع يخلوني انا استثنيوا بها فقط لطيف رأفت؟ شكون هاد لطيف رأفت؟ عطيت البلاديه الحمد لله، ومازال الا باقي فيا شي صحه نعطي، والله انا باغا نعطي شويه غير بنتي باش تشوفني كنغني، ومن بعد بسلامه. اكيد كلشي كيتسنى واقعة البارون. انا هاد السيد ولا ماشي من الحق حتى حد يعرف، مي انا غنقولها، هاد السيد دخل من باب الواسعه وبغى يتزوج بلطيفه، معرفه بالضبط 15 يوم وطلب الزواج. وهاد 15 يوم عرفتو بانه رجل اعمال من افارقه اللي جاوا المغرب باش يستثمروا في المغرب، وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش انه يستثمر، وعرفتو شركات، وعرفتو عنده اموال، وعنده ماشي عنده مخدرات. عرفتو كاي وحده غتعرف انسان عنده. ما غنتزوج شي واحد نخدم عليه من جراني، واحد عنده رزقه وطلبني في الحلال مشيت معاه في الحلال. راجلي على سنة الله ورسوله كان